أنا مش هنا علشان أمدح في العقارات وأقول لك إن هو أفضل استثمار، لكن أنا موجود معاك في رحلة الوعي دي علشان نفكر ونقارن ونحلل إيه الاستثمار المناسب لحياتك في الوقت الحالي واللي هيساعدك على تحقيق هدفك اللي أنت بتسعى ليه. فخلينا نقارن دلوقتي مع بعض بالعقل وبالورقة والقلم، مش بالدعاية والإعلانات واللعب والتأثير على العاطفة. ولو هنتكلم على العقارات فهي معروف عنها إنها الاستثمار الكلاسيكي، لأن في العقارات أنت شايف المنتج قدام عينيك، وحتى لو بتشتري عقار تحت الإنشاء فأنت عارف إيه المنتج النهائي أو الاستثمار النهائي اللي أنت داخل عليه. فبالتالي بيكون الاستثمار العقاري قليل المخاطرة نسبيا بالنسبة لاستثمارات تانية كتير. كمان القيمة بتاعته بيحفظ قيمته زي الذهب، ولكن عنده الإمكانية إن هو يعمل لك دخل متزايد مع الوقت، ونقدر نعتمد عليه كمصدر دخل إضافي في حياتنا. كمان وسيلة من أهم الوسائل لصناعة ثروة كبيرة. وكمان تقدر تحسن فيه من خلال ان انت تضيف له تشطيب او تأجره مفروش او تقسمه على حسب نوع الاستثمار اللي انت داخل فيه. ولكن العيوب زي ما احنا عارفين ان هو صعب التسييل، مش بتقدر تبيعه في يوم وليلة وتحصل منه على سيولة عالية. كمان في بعض الحالات بيحتاج صيانة او بيحتاج ضرائب او بيحتاج مصاريف للإدارة بتاعته، ففي تكلفة تشغيل. وكمان انه محتاج راس مال عالي نسبيا بالنسبة لأنواع تانية من الاستثمارات. كمان صعب تدخل فيه او تخرج منه لو انت مش انت داخل على ايه. واخر واحدة واللي بتهم ناس كتير ان مفيش شفافية في الاسعار. وتاني حاجة حابب اكلمك عليها هو الاستثمار في البورصة. المميزات ان السيولة فيه عالية جدا، تقدر تبيع وتشتري في لحظات. كمان في تنوع في الاستثمار في البورصة ما بين أسهم وصناديق وقطاعات وشركات مختلفة. كمان سهل الدخول فيه، تقدر تبدأ استثمارك في البورصة بداية من 1000 جنيه. وكمان العوائد المتوقعة منه بتكون في الغالب عالية. كمان بيبقى فيه توزيع لأرباح لبعض الأسهم، وفي مكسب عند إعادة البيع. أما بقى نيجي بالنسبة للعيوب فهو مخاطرة عالية جدا وخصوصا للمبتدئين. كمان إن السعر ممكن ينزل وفي تذبذب عالي في الأسعار يوميا. وإنك في النوع ده من الاستثمار يا إما بتحتاج تكون صاحب خبرة أو معاك مدير لإدارة الاستثمار ده يكون محترف. وآخر حاجة واللي بتخوف ناس كتير إنها تدخل في النوع ده من الاستثمار إنه بيتأثر بعوامل خارجية خارجة عن إرادتك، زي التضخم أو الحروب أو الأزمات العالمية. كل دي ممكن تأثر على استثمارك وإنت مش متحكم في الجزء ده. وتالت حاجة حابين نتكلم عليها مع بعض وهي الذهب، الملاذ الآمن والمهرب في كل الأزمات. ومن مميزات الاستثمار في الذهب الأمان التاريخي. الذهب قيمته محفوظة من آلاف السنين، ودايما بيبقى فيه تحوط كبير ضد التضخم. وكمان السهولة في إعادة البيع أو في عملية الشراء، والسيولة السريعة إن أنا بقدر أعمل له إعادة بيع بمنتهى السهولة. ولكن من عيوب الذهب إن مفيش دخل ثابت منه، ولا أرباح ولا إيجار. وكمان في تغيير لسعر البيع عالميا لأسباب إحنا ملناش دخل فيها، وساعات كتير بيحتاج مصاريف علشان خاطر تخزينه أو مصاريف للمصنعية لو هتجيب مشغولات. وآخر حاجة الذهب هو ذهب، فانت لو معاك كيلو ذهب هو فضل كيلو ذهب، هو صحيح حفظ قيمته ولكن مفيش مساحة للتطوير او التحسين او الدخل. واخر حاجة حابين نتكلم عليها في المقارنة السريعة دي هي المشاريع الخاصة او التجارة والشراكة. ومن مميزات المشاريع هو عائد كبير محتمل لو نجح، وكمان تحكم كامل في الإدارة وطريقة تشغيل المشروع. فبالتالي انت صاحب قرارك وازاي تشتغل وازاي هتكبر مشروعك. وكمان من مميزات المشاريع الخاصة المرونة في التوسع او تعديل النشاط او تغيير المشروع.
وكمان ان انت بتساهم في دورة اقتصاد وتخلق وظائف للناس وبتعمل دور مؤثر في المجتمع. ولكن اما نيجي للعيوب، ففي دراسة بتقول ان 90% من المشاريع الناشئة بتفشل خلال اول 3 سنين، وده لانك بتحتاج مجهود وبتحتاج وقت كبير على ما تبني اسم مشروع او علامة تجارية ناجحة. وبالاضافة لده ان ما بيبقاش فيه في الغالب في بداية المشاريع دخل لمدة 6 شهور، وفي بعض الحالات بتوصل لسنة. وكمان من العوامل اللي بتؤثر على المشاريع هي قوة المنافسة والشراسة اللي موجودة في كل الأسواق حوالينا. والحقيقة أنا مش جاي أقول لك حاجة أحسن من حاجة، ولكن أنا عايزك تعمل جدول تحط فيه الأربع حاجات اللي اتكلمنا عليهم قدامك، وتعمل المقارنة بنفسك من حيث الحاجات اللي هكلمك عليها دلوقتي. وأول حاجة من حيث رأس المال المطلوب، وتاني حاجة السيولة، وتالت حاجة العائد السنوي المتوقع، ورقم 4 المخاطر أو المخاطرة في كل نوع من الأربعة. النقطة رقم 5 التحكم في المشروع أو العقار أو البورصة أو الذهب. النقطة اللي بعد كده مدى التعقيد والتفاصيل. وبعد كده آخر حاجة سهولة الخروج. اما بتحط الحاجات دي قدامك بتعرف تختار نوع الاستثمار المناسب ليك. طيب لو سألتني دلوقتي تختار انت ايه يا احمد، خليني اقول لك ان هنا القرار بيبقى بناء على حالة مختلفة. فالقرار بيبقى شخصي واستراتيجي وبيفرق من شخص لشخص. ولكن خليني اناقش معاك انسب الحالات اللي ممكن تكون مرت عليا خلال رحلتي في ال10 سنين اللي فاتوا من الشغل في الاستثمار العقاري. واول حالة انسب فيها الاستثمار العقاري لو معاك راس مال كبير وبتدور على امان، او عندك امكانية تدفع مقدم واقساط وحابب تحفظ قيمة الفلوس اللي معاك النهاردة والفلوس اللي هتحوشها في المستقبل. وتاني حاجة البورصة لو انت بتحب المخاطرة وبتحب التنوع في الاستثمار. وتالت حالة تستثمر في الذهب لو انت خايف من التضخم ومحتاج بس تحفظ قيمة فلوسك. والمشروع الخاص لو انت عندك فكرة قوية وعندك وقت ومجهود وطاقة للتنفيذ بتاعها. طيب السؤال دلوقتي، هل ينفع ادمج بين اكتر من حاجة من الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي؟ خليني اقول لك ان المستثمرين اللي بيفكروا بذكاء بيدمجوا بين نوعين او اكتر علشان يحققوا توازن في المحفظة الاستثمارية بتاعتهم. فالتوازن هنا بيديك استقرار واستمرارية، ومش هنتكلم في نسب محفوظة. في ناس بتحب تخلي 50% من استثماراتها عقارات، 30% ذهب، 10% أو 20% بورصة. في ناس بتحب تخلي 50% في مشاريع، 50% في ذهب. كل حد بيفكر ازاي يعمل المحفظة الاستثمارية بتاعته، ومفيش طريقة هي الأفضل، ولكن في طريقة بتكون هي الأنسب. خلاصة الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي إن العقارات أمان ولكن محتاج سيولة عالية أو قدرة على دفع مقدم وأقساط، والبورصة سريعة وفيها عائد كبير ولكن برضو فيها مخاطرة عالية. الذهب أمان لكن حاجة راكدة ما بتتحركش ما بتزيدش. المشاريع مخاطرة ولكن لو نجحت بتكون مربحة ومجزية. لكن أهم نقطة في الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده إن أهم استثمار مش هتخسر فيه أبدا هو إنك تستثمر في نفسك، إن أنت تبقى عارف إيه النوع المناسب ليك وتبدأ تاخد خطوات فعلية فيه على أرض الواقع. لأنك لو مش واضح مع نفسك مش هتعرف تختار، ولو مش فاهم نمطك كمستثمر في الغالب بتختار طريق غلط تمشي فيه، بالتالي النتيجة ما بتبقاش مرضية. وآخر حاجة حابب نتكلم عليها مع بعض هو تمرين بسيط مكون من 5 أسئلة. فخليني أقول لك الأسئلة واكتبهم علشان تجاوب عليهم. أول سؤال، إيه هدفك من الاستثمار؟ هل دخل شهري ولا نمو على أصل رأس المال؟ وتاني سؤال، هل ممكن تقدر تستنى 2 أو 3 من غير ما تحتاج الفلوس اللي انت هتستثمر بيها دي؟ وتالت سؤال، هل بتحب المخاطرة ولا بتخاف منها؟ والسؤال الرابع، هل عندك وقت وجهد ومعرفة تدير بيهم مشروع لو فتحت مشروع تجاري؟ وخامس سؤال والأخير، ايه أولوياتك؟ سيولة ولا أمان ولا دخل ولا تحكم كامل؟ ومن هنا بنعرف
إجابات الأسئلة دي بيننا وبين نفسينا علشان نعرف نرسم خريطة لطريق واضح يوصلنا لأهدافنا الاستثمارية في الاستثمار العقاري أو حتى في غيره من الاستثمارات. وبكده أنا خلصت الجزء ده، ولكن متشوق جدا أشوفك في الفايل الجاي. وقبل ما نخلص الفيديو خليني أقول لك كلمتين مهمين جدا. أولا، اللي أنت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس، وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.